اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل والورد والهنا والياسمين، صباحكم عطر بذكر الله، صباح الرضا. النهاردة هنعمل حاجة حلوة نفرح الولاد. بلاش تشتري الحاجة اللي بره. ما تكتريش الحلويات، اعملي كل فترة حاجة حلوة كده، بحيث ان الحلويات بتسد النفس وما تخليش الولاد ياكلوا. بدل ما يروحوا يشتروا حاجة حلوة من الدكان والسوبر ماركت يا ماما، لا اعملي لهم في البيت. لايك وشير وسبسكرايب للمطبخ رشا. بحبكم كتير، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. النهارده بقى هنعمل ايه؟ عندنا هنا حليب. الحليب ده انا كنت غلياه وركناه على ما اخلص اللي ورايا. تمام. حطيت هنا حوالي كيلو من الحليب، وعندي النشا وريتها لكم اهو. حطيت هنا حوالي 3 معالق او 4 معالق، لاني حطيت نص معلقه بعد ما لقيته محتاج نص معلقه، فحطيت. قول ان هم 4 معالق، هو المفروض 3 معالق، بس المعلقه معايا هنا صغيره فحطيتها 4 معالق. المهم ان انا هقلبه كده في نص مج ميه او مج ميه زي ما تحبي، وتقلبيه كده. انا حطيت شويه سكر علشان اللي حابب يضيف السكر حابب، واللي مش حابب ما عادي ما تحطيش. فاحنا لسه هنحط شربات. هتعملي ايه النهارده يا رشا؟ هنعمل صينيه جلاش بالكريمه. طبعا عايزه اقولك والله طعمها جميل وتحفه جدا قوي قوي يا بنات، حلوه قوي. جربيها بس اعمليها وبلاش تشتريها بجد، والله اعمليها في البيت. حلوه جميله. نص كيلو جلاش وفاض منه ورقتين، لقيت حسيت كده ان هي كبيره وما كانت محتاجاهم، بس حسيت ان هي كبيره كده، فايه حشت ورقتين من الجلاش. فالمهم زي ما انت شايفه معايا هنا كده خلصت كل الكميه، يعني غلت وجمدت معايا. هحطها في بوله واحطها في التلاجة تهدى بس دقيقتين، هحطها في التلاجة تسقع معايا. على ما تسقع بقى كده هنكون عملنا الشربات بتاع الجلاش. هحط هنا بالظبط كوبايتين من السكر. انا طبعا الكيس خلص، قلت اروح اجيب كيس تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حبيبي يا رسول الله. حطيت هنا كوبايتين ونص من السكر. طبعا احنا مش هنحتاج الشربات دي كلهم، احنا هنشيل شوية. وجبت بقى هنا المية، حطيت هنا كوبايتين من المية. طيب السكر اكتر نبادي من المية. ليه بقى؟ هقولك ليه. علشان تبقى تقيلة. لو عايزة معاكي الشربات تقيل قللي المية عن السكر، هيتقل ومش هيغيب معاكي على النار. حطيت هنا ليمون غسلتها وقطعتها بالطريقة دي وعصرتها، وحطيت القشر معاه، وهشيله بعد ما يغلي ويستوي. واجي احط الفانيليا، هطلع القشر ده وارميه. ليمون جميل على فكرة، زيوته حلوة ومفيدة، حلو جدا جدا. زي ما انت شايفة معايا هو غلى لمدة 5 دقايق، طفيت عليه وهسيبه زي ما هو. طبعا دي سخنه هبعتها شويه. وعندي الجلاش زي ما انت شايفه معايا هنا كده مجهزاه. تعالي بقى نشوف الصينيه. اشطفتها ومسحتها، بحب ان انا اشطف الحاجه لعل وعسى يكون اي حاجه معفراها، فانت لازم تشطفي الحاجه اللي انت هتستعملي. سيحت سمنه ايا كان السمنه عندك اللي انت بترتاحي لها، فلاحي براني ايا كان النوع. حطيت شويه سمنه تحت، وهبدا بقى ان احنا نفرد بالطريقه اللي انت شايفاها دي. هحط الاول فرشة طبقتين تحت في الارضية من تحت. تمام. وهبدأ بقى ان انا اجيب الورقة احط نصها في الصينية ونصها بره، زي ما انت شايفة معايا هنا كده، نصها في الصينية ونصها بره. نصها في الصينية اخلص نص كمية النص كيلو، ربع كيلو بالطريقة دي، والربع التاني من فوق. ركزي معايا علشان الطريقة ديت سهلة جدا وبسيطة عشان تطلع ناجحة معاكي، فلازم تعملي الخطوات اللي احنا بنعملها دي مع بعض دلوقتي. زي ايه يا شوشو يا رشا؟ زي اما ادلع نفسي، مش لاقي حد يدلعني يا جدعان. طب دلعوني بقى في الكومنتات، قولوا اي حاجة، قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. زي ما انت شايفه معايا هنا كده، بحط ما بين كل رقتين 3 معلقه واحده كده من السمنه عشان تبقى مورقه. تمام. عايزين نذكر الله، نصبر على كل شيء، نصبر على البلاء، نصبر على الولاد، نصبر على كل حاجة، نصبر عليه. جبنا بقى القشطة معانا، الكريمة معانا كده اللي هي مهلبية معانا بالبلدي يعني.
وطبعا جمدت زي ما انت شايفه معايا هنا كده. يلا بقى بينا نحطها في الوسط، بما ان احنا لفينا كل الاطراف معانا هنا بالجلاش. وهنبدا ان احنا بصي اهميكيها خالص بقى وسويها عشان يبقى الاماكن كلها فيها المهلبيه او القشطه معانا بالطريقه دي، قشطه كدابه طبعا. يا حبيبي يا رسول الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه. زي ما انت شايفه معايا هنا كده اهوت. خلاص احنا هنفردها وهنبدا ان احنا نحط ايه المتقطع. كان عندي ورقه كده متقطعه ومتكسره كده من الشيل والحط في الفريزر، والله العظيم انا جايباه بقى لي يجي كام اسبوعين تقريبا او 3. وكل ما احط حاجه في الفريزر طبعا بيتحرك، حاجه تنحط عليه ممكن تكسر، فاللي متكسر ده ما هوش وحش يعني. الكسر ده احنا بمنتهى السهوله هنحطه في الوسط كده، مش هيبان خالص. اهم حاجة عندي ورقتين 3 على الوش. وهنحط بقى ايه سمنة كده بحيث ان هي تورق. وهنبدأ بقى نلم الاطراف زي ما انت شايفة معايا هنا كده. الصينية كلها تجيبي من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين وكده. الصينية معايا خلصت، بس لسه في تكة. هنجيب كمان ورقتين 3 ونسوي بهم الوش ونشيل الاطراف ونحطهم على الجوانب من تحت. نذكر الله، نصلي على رسول الله، نستغفر الله. الاستغفار بغير الأقدار وبيحسن الأقدار، وكل حاجة حلوة بتلاقيها في حياتك لما تقول يا رب. ما تقوليش الله يا رب، هو كلمة يا رب هي اللي هتحقق لك كل حياتك. لما تكوني زهقانة ما تشكيش لحد، قول يا رب. لما تكوني متضايقة قول يا رب. لما تكوني محتاجة فلوس قول يا رب. محتاجة عافية قول يا رب. محتاجة يسر وستر وقول يا رب. مفيش حد هيفيدك، والله والله ما حد هيفيدك في حياتك قد ما تقول يا رب. هو ربنا هو اللي يقدر يدبر لك امورك. لو قلت لصاحبتك اللي انت زهقانه منه مش هتعمل لك حاجه. اكتر حاجه تقولك معلش استحملي، كلنا كده، الولاد مش انما انت لما تقول يا رب والله العظيم ربنا هيكبر بخاطرك. ربنا هيوقف لك ولاد الحلال، ربنا هييسر لك امرك. هي كلمة يا رب بس، هي دي بس اللي احنا عايشين عشانها. مش عايشين عشان نصاحب واحدة ونقعد معاها نتكلم وعشان احنا زهقانين. مش عايشين علشان نحكي ونتحاكى ونتكلم على بعض. مش عايشين علشان كده، احنا عايشين عشان نقول يا رب. لما نحتاج ربنا. لما بنعوز من ربنا. لما نكون فرحانين بنقول يا رب. لما تكوني زعلانة قولي يا رب. لما تكوني مبسوطة قولي يا رب. هو ربنا بس، هو لوحده الجميل اللي مفيش أجمل منه في العالم كله، هو ربنا سبحانه وتعالى. دايما يبقى عندك أمل ويقين ان ربنا يحقق لك كل أحلامك. دايما حتى لو اتأخرت الحلم شوية اصبري. ربنا قال لنا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي حاجة في الدنيا مصيبة أنت مش راضية عليها تبقى هي مصيبة. مش شرط الموت، مش شرط الفراق، مش شرط إنك تكوني بتحب حد بالظبط كده ويفرقك. مش شرط. هي المصيبة في كل الاوقات. مصيبه ان انت ما تكونش راضيه على حاجه كنت عايزاها. فربنا سبحانه وتعالى قال له وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. واحنا طبعا في الاول وفي الاخر اقدرنا بايد الله سبحانه وتعالى. قطعناها بالطريقه دي، ولازم التكايه ان انت تقطعيها قبل ما تدخليها الفرن. وزي ما انت شفت معايا كده هدخلها الفرن، بس لازم اهم حاجه يكون سخن حامي. حسيت ان فيها شوية سمنة، قلت اميلها كده بغطا واجنبها كده. طبعا اللي واقف جنب ده يوسف ابني، كان يوم عيد ميلاده وقال لي يا ماما انا عايز حاجه حلوه. قلت له حاضر هعمل لك حاجه حلوه، يعني لازم تفرحي. وطبعا بابا جاب له علبه تشكيله وجاتوه حاجات، بس انا قلت ان انا اعمل له لعل وعسى بابا ما يجيبلوش. بس الحمد لله والله جاب له علبه تشكيله الحمد لله. المهم زي ما انت شايفه معايا هنا نحوش الليمون وهنفضي بقى شربات. حطيتي شربات وجه ياما نزليه فضيه مفيش اي مشاكل. حط على قده. عايزاه مقرمشه ما تغطيهاش، عايزاها طريه ولادك صغيرين غطيها لمده دقيقتين 3 وهي سخنه، وبعد كده اكشفيها. طبعا احنا زي ما قلت لك فاض كتير جدا سخنه، انا ماسكاها بالعافيه على فكره. فاض شويه، فحسيتها ان في شويه شربات ممكن يكونوا زياده. فبعد ما احوش اول واحده وهلاقي الشربات هصفي
بصي نقطتين 3 كده، مش عارفة اساسا، بقولك ان هي ناشفة، ممكن تغطيها وممكن ما تغطيهاش. فزي ما اتفقنا كده، قول يا رب يا رب يا رب يا رب، ما خاب ولا خسر من قال يا رب. هو اللي وحده قادر على كل شيء، هو الرزاق، هو التواب، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الغافر، هو التواب، هو كل حاجة جميلة في حياتنا. وعايزين اقول لك نصيحة من قلبي، حفظي ولادك اسماء الله الحسنى، 99 اسم من احصاها دخل الجنة بجد. ومن من لا يحفظها احصاها، يعني احفظها، من لا يحفظها بصي خاب وخسر حاجة كبيرة جدا. في ايدك انك تخشي الجنة، وسبب يكون ممكن يكون سبب ان انت تخشي الجنة هو انك تحفظي ولادك وتحفظي اسماء الله الحسنى. انا اقسم بالله العلي العظيم، اتحدى اللي مستمعين دلوقتي ان يكون واحدة في الاربعينات وحافظة اسماء الله الحسنى. طب اللي حافظ اسماء الله الحسنى في الكومنتات يقول لي ان انا حافظها، ويكتب لي كلمتين 3 منهم. لو ما جاتيش لحد اللحظة دي، الدقيقة 11، وما قلتيش اسم من اسماء الله الحسنى، هعتبر ان انت دخلت الفيديو وطلعت جري وما حضرتيش لحد الاخر. فتحياتي للجميع. وزي ما انت شايفه معايا هنا كده، القشطه لسه سخنه على فكره، المفروض تتقطع او تتفصل عنها الحتت دي لما تجمد، اما بتبرد يعني بتجمد شويه. فطبعا عايزه اوريها لكم قبل ما اقفل الفيديو. يا رب النهارده يكون وصفتي سهله وسريعه وجميله وحلوه. طبعا هتقولي لي هو ده سؤال طبخ ولا ديني؟ هقولك ده سؤال تشجيعي انك تحفظي اسماء الله الحسنى. طبعا هي والله العظيم بعد ما بردت تماسكت وبقت جميله ومقرمشه جدا. انا طبعا غطيتها لمده 5 دقايق بس برضو كانت مقرمشه برضو. انا ولادي كبار ما شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. بحبكم كتير، ربنا يدومكم نعمه في حياتي. وطبعا زي ما انت شايفه معايا هنا كده، انا حطيت غطى عليها وقلبتها وحطيتها على صينيه ستانلس بحيث ان هي تبرد بسرعة عشان الحق اغطيها، لان احنا هنا الساعة تقريبا دخلت على 10 بالليل، فالحق اغطيها واللي عايز ياكل بياكل. فلو غطيتها وهي سخنة فمش هتبقى حلوة وهتعجن منك. فحاولوا ان انت تبردها الاول وتغطيها. اتمنى الفيديو يعجبكم النهاردة ان شاء الله. تحياتي للجميع، دمتم في رعاية الله. اشوفكم في فيديو جديد، سلام. طبعا كنت عاملة بسبوسة بعد ما قلت سلام، كنت عاملة بسبوسة وكنت عاملة جلاش بالكريمة. بحبكم كتير، سلامي وتحياتي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. اشوفكم في فيديو تاني، مع السلامة.